اول ما تواجه مشكله في البيزنس محتاج تفكر بشكل مختلف. يعني ايه تفكر بشكل مختلف؟ يعني تشوف المشكله في شكل 3 كلمات. لو عايز تلخص المشكله دي تلخصها في 3 كلمات. ازاي؟ عميل بيشتغل في الحاجات اللي تخص السباحه، والعميل ده دلوقتي بتواجهه اكبر مشكله. اكبر مشكله ايه؟ ان النشاط اصلا بتاع السباحه وقف في مصر اوف لاين. يعني ايه؟ يعني الستورز والاونلاين وقف، النشاط وقف بسبب الاحداث اللي حصلت اللي تخص يوسف وكده، وكلنا مع الحدث ده. فبالتالي انت محتاج تفكر في المشكله بشكل مختلف. تفكر ان دي جت من عند ربنا عشان تنقلك لسلمه ونقله تانية. فانت محتاج تشوف النقله اللي محتاج تروحها. طب هشوف النقله ازاي اللي انا محتاج اروحها؟ ان انا اشوف المشكله. طب المشكله بتقول ايه؟ بتقول ان السباحه توقفت في مصر اوف لاين واونلاين. تعمل ايه؟ تبدا ان انت تاخد كل كلمه وتروح بيها للنمو. فبدل ما انا بشتغل في الحته دي، تعالى اوسع شويه. انا بدل ما هشتغل في السباحه هشتغل في الرياضه عموما. بدل ما هشتغل في مصر هشتغل في 3 4 بلاد. بدل ما هشتغل اوف لاين لا انا ولا اونلاين، انا هروح اعمل موبايلات، هروح اعمل مش عارف ايه. ففي نمو، في توسع. عشان تعرف النمو والتوسع والمناسب واللي مش مناسب والدنيا وي 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 محتاج تفكر بالشكل ده. فلو قدرت تلخص اي مشكله عندك في البيزنس في 3 كلمات، وخدت ال3 كلمات حللتهم ورحت للنمو بتاعهم، قدرت تروح بالبيزنس في حته تانيه. لكن انت لو شفت المشكله بتاعت البيزنس وما عرفتش تحللها وتوصل ل3 كلمات، فانت وصلت ان انت في المثلث ده مش عارف تخرج منه. فعشان تكبر البيزنس محتاج تلاقي المثلث.